من اكتر الحاجات اللي هتساعدك انك تتعلم الماني في وقت قصير وبسيط وبطريقه مش هتجهدك نفسيا. مش بس انك تقعد كل يوم تحفظ كلمات وتحفظ قواعد وتعمل تدريبات وتحل تمارين وكل الحاجات دي هتساعدك، ايوه فعلا، انك لما تقرا تكست او لما تسمع حاجه ممكن يبقى نسبه فهمك فيها اكتر. ولكن حاجه مهمه جدا الناس كتير بتهملها وهي بتتعلم الماني، ان هم يسمعوا الماني بشكل صح، يسمعوا الماني من المان بيتنطق بشكل صح، الحروف مخارجها عامله ازاي، الفوناتكس او اصوات الحروف عامله ازاي. فالحكايه دي مش هتقدر تاخدها الا من المان. فبما اننا في المانيا، فمن اشهر الحاجات اللي بنتفرج عليها مش بس انك تسمع بودكاست و انك تسمع فيديوز على اليوتيوب، دي حاجات كويسه، ولكن دي مش بتعرفك، دي ممكن تديلك انطباع عن الالتاج اللي هي الحياه اليوميه. بيتكلموا مثلا في مواضيع مختلفه عن السفر، عن السياحه، عن العيشه، عن الثقافه. ولكن من اكتر الحاجات اللي انا بشوفها بجد يعني بتحسن الالماني بتاعك وفي نفس الوقت بتدمجك جوه المجتمع الالماني، هي انك تسمع الاخبار. يعني تخيل لو انت يعني عايش في بلد ومش عارف اخبارها ايه، مش عارف ايه اللي حصل، مش عارف الناس بتتكلم عن ايه. فنشرة الاخبار هنا من اشهر برامج الاخبار في المانيا حاجه اسمها تاجس شاو. تاجس شاو زي ايه، مش عارفه بصراحه اجيب له مثيل عندنا في مصر، ولكن هو من اشهر برامج الاخبار وبيجي الساعه 8 تقريبا، وفي نشره تانية منه بتيجي الساعه 11 او 11 ونص حاجه زي كده. ولكن تاج الشاو عشان تسمع اخبار من المان، مذيعين المان باللغه الالمانيه، و يعني دي نشره اخبار فاكيد بيتكلموا لغه اللي هي مستواها عالي جدا. ف يعني لازم تكون غالبا نيتيف سبيكر، لازم تكون موتر شباخله زيهم، لازم تكون انت كمان الماني او بتتكلم تتقن الماني سي 1 او سي 2 عشان يعني تسمع كل حاجه وتفهم منهم كل حاجه. تاج الشاو من السنه اللي فاتت، من تقريبا الصيف اللي فات، عملوا نسخه تانية للبرنامج اسمها تاج الشاو ان einfache Sprache. تاج الشاو ان einfache Sprache، هكتب لكم اسمها على الشاشه. دي نشره اخبار بتيجي برضو كل يوم خاصه بموقع تاج الشاو، وعملوها للناس اللي هي مستوى الالماني بتاعها مش احسن حاجه، مش لل اينز اتسفاي اكيد يعني مش يعني عشان تفهم النشره دي اكيد لازم يكون عندك مستوى متوسط، ممكن نقول مثلا بي 1. النشره انا اتفرجت على كذا ابيسود منها، مبسطه بشكل رهيب. يعني لو معاك بي 1 هتفهم غالبا كل حاجه. ممكن يقع منك بعض الكلمات، ممكن تكتبها وبعد الحلقه تبقى تتفرج او يعني تشوف ترجمتها، ولكن بجد مقدمه بشكل مبسط جدا بتخلي الاجانب هم كمان لاحظوا ان نسبه الاجانب في المانيا كبيره، ولهم النسخه المبسطه دي. فهي بجد حاجه انا